وكده اكون خلصت. اللحمه استوت اهي، والرز كمان، والسبانخ، ومخلل، وعين. كده يكون خلص الغدا بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد في يوميات وفاء ودينا. الحاجه وفاء تنقسم خل ايه؟ تنقسي شويه مخل. انت عامله لنا اللحمه النهارده بالعافيه. الصراحه عرفتوا يا جماعه؟ خلينا ليلى. خشوا معانا يا جماعه على الفيديو، افصلوا وارجعوا تاني وشوفوا دينا عملت لنا الاكل النهارده ازاي وعاملاه بالعافيه. تقولوا استنى خلوا اللحمه للعيد. عملناه اهو. مش خلوا اللحمه العيد قرب، خلوا اللحمه يا جماعه على العيد. افصلوا وارجعوا. نقصت المخلي ده في طبقين، سخنت لنا عيش، عملت عن معانا اذنك خشوا يا جماعه معانا على الفيديو وشوفوا دينا عملت لنا الاكل الحلو ده ازاي النهارده. كده كده يلا يا دينا هنعمل لحمه، يعني هنعمل لحمه. خشوا على الفيديو وشوفوا دينا عملت سبانخ ورز ازاي اهو. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايه ده؟ الناس شافوا اللحمه بيقولوا احنا جينا احنا في العيد. هو احنا في العيد؟ لا لسه في لسه. قلت لهم فاضل اسبوع على العيد، استنوا ما استنوش. دينا يا جماعه مش عايزه تعمل لحمه، جوزها بيقول لها انا عايزه اكل لحمه وسبانخ. قالت له ايه؟ قلت ايه يا دينا؟ قلت له العيد كمان اسبوع هتاكل لحمه. قالت له كده استنى على العيد ده قدامه ايه؟ كام يوم؟ قدامه ايه؟ قولي اسبوع. اهو خليكم معايا. عشان كده دينا النهارده يعني عامله اللحمه كده من غير نفس. اللحمه بتتعمل من غير نفس؟ حرام عليك يا شيخ، ده الناس هتشوف عشان هي مش عايزه. واخدين بالكم؟ جوزك اللي طلب. استني يا ليلي، عايزه لحمه يا ليلي؟ تاكلي اللحمه نيه؟ ماشي اهو قدامكم. جوزها اللي طلب والله، قال اعملوا لنا يا جماعه لحمه وسبانخ، عايزين ناكل لحمه وسبانخ. دينا بقى بتقول لكم لا العيد قرب اهو. فمعاكم النهارده عايزه اخد حته لحمه. حتى البيت عايزه تاخد حته ان شاء الله يا رب. ايوه نقول لكم كل سنه وانتم طيبين جميعا، وهنعمل اكل بسيط برضو يعني. خلوا بالكم في العيد، بس لازم النهارده هنعمل لحمه اهو عشان جوزها طالب اهو. احنا ما طلبناش. عايزه لحمه، بتقولي لحمه. عايزه ايه؟ اهو خليكم شاهدين على دينا. بصي بتقولي العيد قرب، خليكم على العيد. واسمعي عايزه ايه؟ فقال لك اللحمه الملبسه دي بقى جميله. هو ما بيحبش جوزها الباميه اهو، لا بيحب السبانخ، وانا بحب الملوخيه، فانا مش هعمل ملوخيه ولا حاجه. انا هعمل ممكن ما اكلش ملوخيه ولا خلاص اكل باميه ولا اكل سبانخ، واعمل لي طبق فته لنفسي يعني اهو. ما انت هتاكلي اهو لحمه وفته. ما انا هعمل ايه؟ اكل انا مكرونه؟ لحمه وفته. اشمعنى دلوقتي اللحمه حلوه مع الفته؟ ما هي اتعملت خلاص ماشي ما يتعمل. كل واحد ياكل اللي هو عايزه. فمعاكم النهارده لحمه ولا سبانخ ولحمه؟ بس يا ليلي عايزه لحمه. ما هو عايزه ايه؟ يلا علقي عليها واكليهم. عايزه تاكلي ايه؟ اهو تقولي محرومين، تقولي يا جماعه والله محرومين. يا لهوي ده احنا بنخاف نصور نتكسر. يلا هسيب دينا معاكم النهارده. انت رايحه حته؟ هسيب دينا معاكم مع السبانخ، مع اللحمه والسبانخ وشويه رز حلوين يا دينا. يا لهوي تحفه بقى. خلي جوزك وحماكي يدعوا لك النهارده. لا عادي يعني. ممكن ما اعملش. يدعوا عليكي. اعمل لهم شويه اللحمه وياكلوهم. ردوا عليها بقى. هسيب دينا معاكم يا جماعه وهترجع لكم تاني. يلا استنونا. اللحمه هنا خلاص هي بتتسلق، مغطيه عليها النار ومغطياها عشان تستوي براحتها اهي. وهنا عملت شويه رز بشعريه اهو.
اهو عملت الشعريه وبعد كده نزلت عليها بالرز وبسيبه كده عشان يفضل يتشوح مع الشعريه. خلاص حطيت له ملح. هنجيب دلوقتي بقى عندي ميه سخنه بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه ميه كده بالبركه، مش بحط في الكوبايه ولا بحاجه. خلاص يغلي كده غلوه من غير ما اغطي، واول لما يغلي كده غلوه هغطي عليه. وتعالوا بقى نعمل مع بعض السبانخ، خليكم معايا. عندي هنا القوطه دي انا كنت مسبكاها معاكم بالبصل اهي، كنت عاملاها كده في اكياس. حطيت حته سمنه سخنت وبعد كده نزلت بقى عليها الكيس فيه البصل وفيه كل حاجه. ده بقى اول لما يفك كده اي بقى نوع خضار، اي حاجه بقى عايزه تحط بسله، لوبيا، فاصوليا، سبانخ. اول ما يفك هو في البصل وفي كل حاجه انا موطيه عليه وهغطيها. ولما تفك خالص هبدا بقى احط فيها اي نوع خضار انا عايزاه. خلاص اهو سهل معانا وعملنا الرز واللحمه بتستوي، ودي كده يبقى خلاص سهلنا على نفسنا. مش لسه هنقطع بصل، نتعب في يوم نعمل البصل بالقوطه بكله. وانا كمان عملت شويه بالثوم بس بصراحه ما صورناهمش عشان الفته، عشان مش هنفضل طول العيد بقى واقفين في المطبخ بنعمل صلصه للفته والحاجات دي، فاحنا عملنا شويه للفته. خلاص انا هسيبها بقى كده تفك براحتها وانا بحط السبانخ. هرجع لكم، خليكم معايا. السبانخ اهي كانت في الفريزر اهي متقطعه ومغسوله غسله نضيفه اهو. هفك بقى انا الكيس وهاخد منه، مش هاخده كله عشان كتير، هاخد منه على قد ما انا عايزه. والصلصه خلاص اتسبكت وهحط كده وارجع لكم، خليكم معايا. خدت اهو جزء وهو لسه متلج كده ما فكش. هو بقى هيفك مع الصلصه، مش عايزاه يفك انا اهو، باخد على قد ما انا عايزه بس. هسيبها بقى كده تفك في الصلصه ونرجع نشوفها مع بعض، خليكم معايا. اهي هي كده خلاص فكت. انا حطيت عليها شويه رز صغيرين، عندكش رز عاوز تحطي شويه فريك، عاوز تحطي حمص، اي حاجه براحتك. هسيبها بقى تغلي وهعمل لها طشه زي بتاعه الملوخيه وهوريها لكم لما تستوي، خليكم معايا. وده كان فيديو النهارده اهو. تابعونا واستنونا ان شاء الله في اكلات حلوه كتير في العيد. كل سنه وانتم طيبين. اهو هنشوف برضو هنعمل ايه في العيد. اكل بسيط على قد هنقول على قد الايد. اقول لكم ايه، تابعونا في يوميات وفاء ودينا، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وده كان غدانا النهارده، لحمه وسبانخ. اقول لكم ايه، سلام عليكم.